شرعت المديرية العامة للتربية بتطبيق العمل بخرائط العمليات، وهي بمثابة سياقات عمل ثابتة تستفيد من عندها فئتين، ما يسمى بالزبون الداخلي وما يسمى بالزبون الخارجي. الزبون الخارجي هو المراجع، المواطن اللي يراجع المديرية العامة للتربية لغرض الحصول على خدمات، ويستفيد منها أيضا بالتعرف على أهم الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند مراجعة المديرية العامة للتربية قبل الوصول إلى المديرية. البرنامج يهدف إلى تبسيط إجراءات مراجعات المواطنين للتربية من خلال تعريفهم بآلية المراجعة والمستمسكات المطلوبة. هذا الموضوع تم بالتنسيق بين شعبة الإعلام التربوي وقسم التخطيط التربوي عن طريق نشر بوستات في وسائل الإعلام التابعة للتربية ديالى، منها موقع المديرية على الإنترنت، على الفيسبوك وعلى الجوجل وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام. اليوم مهمتنا أنه نبسط إجراءات المراجع عند مراجعته لتربية ديالى وتقديم أفضل الخدمات له. ومن ضمن البوسترات التي تم نشرها عبر مواقعنا الإلكترونية، موقع البوابة الإلكتروني والمديرية العامة لتربية ديالى، تحدد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة المعينة، ثم يرشد المواطنين إلى الوقت اللازم لإنجاز هذه المعاملات. أن إدخال شبكة المعلومات أو الإنترنت إلى عمل دوائر الدولة الرسمية هذا شيء جيد، وراح يخدم المراجعين أو المواطنين ويوفر عليهم وقت ويوفر عليهم المتاعب. بالنسبة لفكرة التعرف على المراجعات يعني من خلال الانترنت فكرة كلش جيدة، يعني تسهل بالنسبة للمراجعين، تسهلهم العمل مالتهم، بدل ما يجي يشوف المراجعات مالته هنا او يشوف المعلومات يشوفها بالانترنت، بعدين يجي مكمل معلوماته الشخصية الكاملة.